هل الجن تستطيع التلبس بالإنسان أم كل هذه أقاويل كذب؟ والله هناك رأيان عشان نبقى الأمانة العلمية. ابن تيمية وتلميذه الكبير ابن القيم يؤكدون أن الشيطان أو الجن يتلبس بالإنسان وعندهم من الآيات والأدلة الظاهرة في كتاب الله على هذا. أرى أخرى تقول لا، يعني الشيطان مهمته الوسوسة، والجن ينقسم نوعين: مؤمن وكافر. المؤمن مشغول بطاعة الله كما نحن مشغولين بطاعة الله، والكافر ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويقولون الذين يمنعون هذا الكلام أن الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة يعني إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، من باب الكناية، من باب التشبه. لكن هذه ليست حقيقة عند المنكرين لهذا، وليس هذا موضوع يكفر. يعني أنا أعرف أن بعض الناس هتتمرد وتطلع من الأماكن وتقول يعني ينكر ما هو، يا عم لا ننكر ولا غيره. يقول لك هذان رأيان لا ولنا أن نقبل، ولا معصوم إلا رسول الله، وكل الناس يؤخذ منها ورد. لأن الذين يمنعون هذا يقولون الله عز وجل لم يجعل أن الإنسان يتحكم فيه أحد آخر غير خالقه سبحانه وتعالى وأعماله التي يقوم بها. طب ليه ربنا اختار الجن يشوف الإنسان ومش العكس؟ والله ربما نفتن أو ربما نؤذى، لأن الإمام الشافعي يقول من ادعى أنه رأى الجن فلا تقبل شهادته. فقال ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فاللي يقول أنا شفت الجن ده لأن يخالف القرآن.